يحملون رسالة واحدة: عزيمة وحماس، إصرار وجدية، تحدي كبير فيما بينهم، روح معنوية عالية تصب نحو هدف واحد: الوصول لنهائيات آسيا للمنتخبات دون 23 عاما التي ستقام في قطر العام القادم. وسط أجواء حارة مصحوبة برطوبة عالية، يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تمارينه اليومية في معسكره الخارجي في مصر بقيادة التشيكي سكوب جهازه المعاون. اللاعبون لديهم من الخبرات والقدرات والإمكانيات في تنفيذ برنامج المعسكر التدريبي لتحقيق الهدف المنشود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل اللاعبين يعني يعملوا على وتيرة عالية وعلى همة عالية من أجل طموحات ورفع علم الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية. إن شاء الله بإذن الله نرفع رأس اليمن ونرفع علم الجمهورية اليمنية كما هو دائما مرفوع، ونعد الجماهير اليمنية بتقديم مستوى إن شاء الله بإذن الله مشرف، ونعدهم بالتأهل. يعني كما اطلعنا في الآونة الأخيرة أن المنتخب الأقوى منتخب فيتنام، المنتخب المستضيف، ونحن لا ننظر إلى أي مستويات، يعني ننظر إلى التقديم المستوى الذي يليق بنا في الميدان، وإن شاء الله بإذن الله نطمح للتأهل ولا غيره. سقف الطموحات عالية والأمنيات كبيرة، والتفاهم والتجانس بين الجهاز الفني واللاعبين على أعلى مستوى لإيصال منتخبنا إلى الجاهزية المثالية قبل انطلاق مباريات التصفيات الآسيوية التي ستقام في فيتنام الشهر القادم. إلى الأمام دوما هو شعار منتخبنا خلال الفترة القادمة في البحث عن إحراز الأهداف في شباك الخصوم. أولا بسم الله، احنا ملتزمين ونمشي وفق الخطة التي يعمل عليها الجهاز الفني، وإن شاء الله نسعد الجمهور ونقدم بطولة، يعني نقدم كل ما لدينا لإسعاد الجمهور والتأهل إلى نهائيات قطر. مع اقتراب العد التنازلي لنهاية المعسكر المشترك للمنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي وختام المباريات الودية والتي كانت أمام الأهلي المصري، تبقى أمام أسود سبا مهمة كبرى لإسعاد الجماهير اليمنية خلال التصفيات الآسيوية القادمة وتحقيق التأهل. الفريق الإعلامي المصاحب للمنتخب الأولمبي: أيمن القاضي، منصور الدبي.